إزاي نقدر نحدد البادجت المناسبة اللي هنحطها لإعلانات فيسبوك سواء يومية أو حتى شهرية، وفي الفيديو ده هنعرف إزاي نحدد البادجت بتاعتنا على فيسبوك وإيه المايند اللي نفكر بيها عشان نوصل للبادجت المناسبة، بغض النظر عن كلام فيسبوك اللي إحنا برضه هنذكره في الأول. ما تنساش إن أنت تشوف الفيديو ده للآخر لأن إحنا هنذكر أكتر من طريقة توصلك لإن أنت تقدر تحدد البادجت المناسبة ليك، وهقول لك كمان مثال كويس جدا ممكن برضه يسهل عليك الدنيا شوية. السلام عليكم، إزيكم؟ أنا يوسف. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم إزاي نحدد البادجت بتاعة فيسبوك بتاعتنا، ما تنساش إن أنت تشوف الفيديو لحد الآخر لأن إحنا هنذكر أكتر من طريقة وأكتر من خطوة ممكن تساعدنا إن إحنا نحدد البادجت بتاعتنا. يلا نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ على مثال عملي بالفعل إحنا كنا شغالين عليه، هاذكره لك وأنت الفكرة كلها غيّر الأرقام دي بالأرقام بتاعتك أنت، عشان توصل لطريقة اللي تحسب بيها الميزانية اليومية بتاعتك، سواء كنا على فيسبوك أو على تيك توك أو حتى غيرهم من المنصات، ده ما فيهوش أي مشكلة بإذن الله. المثال اللي إحنا هنبدأ بيه هو إن إحنا كان عندنا منتج، المنتج ده تمنه 400 جنيه، إحنا كنا بنبيعه ب400 جنيه. ده هنقدر نقول إن هو بداية الفئة المتوسطة، وممكن ما يحصلش الفئة المتوسطة كمان، بس إحنا هنقول إن هو بداية الفئة المتوسطة ب400 جنيه. كان عندنا من كل 100 زيارة بتتم 2 فقط اللي بيشتروا، ده معناه إن الconversion rate بتاعنا 2%. طيب لو أنا شغال مسج هتحسب نفس الحسبة بالضبط، يعني كل 100 رسالة بتيجي لك وليكن 2 اللي بيشتروا، يبقى في حالة المثال بتاعنا إحنا كنا شغالين على landing page، بس سواء landing page أو حتى ويب سايت أو حتى كمان مسج، إحنا هنقول إن الconversion rate بتاعنا هو كان 2% فقط. ال2% دول كانت تكلفة النقر عندنا أو الCPC بتاعنا هو 2 جنيه. طبعًا هو كان في 2 وكسر، بس أنا عشان أسهّل لك الدنيا هنقول إن هو 2 جنيه بس. طيب ده معناه إيه؟ معناه إن ال100 عميل اللي بعت لك رسالة أو ال100 واحد دخل لك على الويب سايت أو الlanding page دول كلّفوه 200 جنيه، لإن إحنا قُلنا النقرة الواحدة ب2 جنيه وفي 100 دخلوا يبقى ال2 في 100 ب200 جنيه. في 2 اشتروا بس، يبقى إحنا هنقسم ال2 على ال200 يبقى تكلفة شرا العميل الواحد اللي هو الcost per action بتاعي هو 100 جنيه. حلو جدًا لحد النقطة دي، لو في حاجة وقعت منّك عيدها بالراحة وركّز في الأرقام، إحنا يعتبر ما صعّدناش أي أرقام ولا قُلنا أي كسور لحد دلوقتي عشان العملية تكون بسيطة. فإحنا كده وصلنا لنقطة إن تكلفة العميل أو الCPA بتاعي عشان نسهّلها نقول عليها CPA cost per action على طول، الCPA بتاعي هو 100 جنيه، فكده إحنا وصلنا لنقطة مهمة جدًا وهو إن تكلفة العميل 100 جنيه. طيب أنا في اليوم عايز أبيع كام مرّة، عايز أبيع لكام عميل؟ إحنا قُلنا إن الCPA 100. طيب أنا عايز أبيع ل3، ده معناه إن أنا هاضرب 3 في ال100 يبقى 300 جنيه، أنا المفروض الminimum بتاعي 300 جنيه في اليوم. عايز أقول لك حاجة، خلّي بالك إن إحنا هنا حسبنا على عاملين مهمين جدًا، جدًا، والتغيير في العاملين دول يغيّروا معاك الأرقام سواء فوق حلوة أو العكس. أول حاجة إن إحنا قُلنا تكلفة النقرة بتاعتنا الCPC بتاعنا 2 جنيه، 2 جنيه ده رقم نسبيًا صغير، ولازمًا تبقى عامل creatives كويسة جدًا، جدًا، جدًا عشان توصل له. طيب لو أنت الcreatives بتاعتك أو إعلانك كان جايب النقرة أعلى من كده، ده معناه إن تكلفة العميل بتاعك هيكون أعلى من كده، لإن هو مش هيكون 2 جنيه وليكن ممكن يبقى 3 جنيه أو 4 جنيه. ده معناه إن أنت عندك التكلفة زادت الضعف، تكلفة العميل عليك وقعت عليك بالضعف الCPA. ده العامل الأول المهم جدًا. العامل التاني هو الconversion rate بتاعنا، إحنا حسبناه على 2%، وبالمناسبة 2% رقم مش كبير، في وقت ما شاء الله لو أنت الcreatives مساعداك هتقدر تجيب conversion rate بأكتر من 5 و7%، ودي حاجة يعني أنا شُفتها الحمد لله. في وقت تاني ممكن يبقى العكس تمامًا معاك، تلاقي إن أنت الconversion rate بتاعك مش مخصّة 1%، ساعتها أنت هتشوف تقدر تحسّن إيه، هل تقدر تحسّن creatives والّا تقدر تحسّن landing page والّا الoffer بتاعك أصلًا مش كويس والّا أصلًا سعرك فيه مشكلة والّا حاجات كتير جدًا. خلّيك فاكر العاملين دول لإن هم هيكونوا فارقين في كل أرقامنا إن أنت تكون عينك عليهم. طيب دي الطريقة التقليدية بتاعة فيسبوك، إن إحنا بكل بساطة وصلنا لمعدل تكلفة العميل عليَّ الCPA بتاعي كام؟ قُلنا 100 جنيه، وليكن أنا في اليوم عايز 10 مبيعات مثلًا، فباضرب ال100 في ال10 طلع لي 1000 جنيه. في نقطة مهمة جدًا تحطها في الحسبان خصوصًا لو أنت شغال conversion، وهو إن الlearning بتاعة فيسبوك أصلًا 50 conversion في خلال أسبوع، يعني أنت المفروض تحط ال50 دول في الCPA بتاعك اللي أنت المفروض طلّعته من خلال مرحلة التيست. نفرض إن ال50 conversion تكلفتهم عليّا جدًا، أنا ما أقدرش أصرفهم طول الأسبوع. على سبيل المثال لو إحنا قُلنا إن الCPA بتاعي 100 جنيه وأنا عايز 50 عشان الفيسبوك يطلع من مرحلة الlearning بس، فالمفروض إن أنا هاضرب 50 في 100 ب5000 جنيه، يبقى كده ده في الأسبوع. الأسبوع بتاعي ب5000 جنيه، ده معناه إن الشهر بتاعي بأكتر من 20,000 جنيه، تقريبًا رينج ال21 ل22,000 جنيه. طيب ده ممكن عند business لسه بيبدأ يكون رقم كبير جدًا مش هيقدر يحققه. إيه الحل؟ هل هو ده الlimit budget بتاعي أو الlimit budget بتاع الbusiness ومش هينفع يشتغل من غيره؟
عايز أقول لك لأ، إن أنت ممكن تقدر تشتغل بأرقام أقل من كده وهتحقق نتايج بإذن الله، بس في نقطة لازمًا تهتم بيها جدًا، جدًا، جدًا. ممكن توفّر في البادجت، لكن مش هتقدر توفّر في الcreatives. الcreatives هي اللي هتخلّيك تقدر تجيب CPC قليل، بالتالي الCPA بتاعك هيكون برقم يرضيك وكويس جدًا، بالتالي التفاعلات معاك حتى لمّا تيجي تعمل بعد كده upsell أو cross sell هتلاقي الدنيا معاك كويسة جدًا، جدًا، جدًا. فأنت الcreatives اهتم بالصور بتاعتك، اهتم بالcontent، اهتم بالvideos. الحاجة التانية خلّيك فاكر إن الads أو الإعلانات اللي إحنا بنشتغلها دي جزء صغير من عملية الmarketing كاملة، اللي أنت لو اهتميت بيها بس وأهملت باقي الأجزاء في الأغلب هتلاقي نتايج مش كويسة ليك خالص. بالمناسبة عملية الmarketing أنا ممكن الفيديو الجاي أو اللي بعديه بإذن الله بنسبة كبيرة أتكلم عنها كده سريعًا، لإن لقيت إن في business قايم بيصرف في الشهر، وده مش business هو أكتر من business، بيصرف في الشهر مبلغ يتخطى ال50.000 جنيه، يعني المفروض بيصرف $1000 أو أكتر شوية صغيرين، وحرفيًا هو مهتم بالads فقط، مش مهتم ولا بالpackaging حتى ولا بالcover ولا بأي حاجة خالص، طبعًا ناهيك عن التسعير وعن الحاجات التانية. هو هنا أهمل جزء كبير عشان تعوّض كل الجزء ده من خلال الads فقط. الموضوع بالنسبة لك صعب جدًا. ده ممكن يكون زي ما قُلنا في الفيديو الجاي أو اللي بعديه بإذن الله هيكون ليه فيديو عن حتّة الmarketing بصفة عامة، وإيه الأجزاء المهمة اللي إحنا نخلّي بالنا منها لمّا نيجي نشتغل في الdigital، الحاجات اللي هي في الoffline بتأثّر علينا كonline. طيب دلوقتي يا يوسف إحنا عندنا وإحنا شغالين في الFacebook ads أو في TikTok أو غيره من المنصات بنلاقي في daily budget وفي lifetime. أنا أختار daily budget والّا lifetime؟ هاقول لك يا صديقي كلمة أنا باقولها لك في كل فيديو، جرّب الdaily نتايجها إيه معاك، وجرّب الlifetime نتايجها برضه إيه معاك. في حاجة مهمة جدًا وهو إن أنت تخلّي بالك إن المتغيّر يكون daily وبlifetime فقط، العنصر ده بس هو المتغيّر، ما ينفعش تبقى أنت حاطط هنا فيديو، حاطط هنا فيديو أو هنا content وهنا content وكمان عامل هنا daily وهنا lifetime وبتقارن بين النتايج. هنا أنت في ال2 campaigns دول عندك أكتر من متغيّر، لمّا واحدة تكون أفضل من التانية هتقدر تحدد إيه هو السبب، يعني لو الdaily مثلًا كانت نتايجها أحسن، هل هي نتايجها أحسن عشان هي daily والّا عشان فيها فيديو أفضل والّا عشان أنت عامل متغيّر تالت أصلًا؟ فدايمًا خلّي ال2 campaigns copy paste من بعض. دي حاجة من تجربتي أنا الشخصية باشوفها إن هي نفعت معايا في وقت كتير، وهو إن 90% من الcampaigns معايا اشتغلت بيها daily وجابت معايا نتايج كويسة جدًا، جدًا ما شاء الله. دي تجربتي أنا، ما تنساش تعمل تجربتك أنت. دي حاجة أولى. الحاجة التانية لو أنت الcampaigns بتاعتك في اليوم بتعِد أقل من 4000 impression ده دليل كافي إن الbudget بتاعتك قليلة. سواء كنت شغال على بلد زي مصر أو حتى على أمريكا. لو يا صديقي الreach بتاعك بالتحديد مش الimpression كمان الreach أقل من 3000 أو 4000 في اليوم، ده الbudget بتاعتك بتدل إن هي ضعيفة جدًا، لإن أنت في اليوم لمّا تتعرض على 3 أو 4000 شخص فقط ده رقم قليل، أنت في اليوم بتحتاج رقم أكتر من كده في الأساس. فيسبوك بيحاسبك على الCPM تمام، إحنا عارفين ده اللي هو الCPM اللي هو cost per mile أو cost per 1000، بس أنت لازم برضه تعتمد على إن الإعلان بتاعك بيوصل ل3 و4000 واحد على الأقل يوميًا مش 1000 بس. دي تجربتي أنا زي ما باقول لك، حاول تعمل أنت تجربتك عشان برضه تشوف أرقامك وتقارن بين الاختلاف. في نقطة كمان عايز أقول لك عليها، وهو إن إحنا في campaign الconversion لو إحنا شغالين إحنا قُلنا إن فيسبوك بيقول لنا بيبقى ظاهر إن إحنا عايزين 50 conversion عشان تطلع من عملية الlearning في الأسبوع. عايز أقول لك إن في أكتر من campaigns بنقدر نشتغل عليها عادي خالص وهي في مرحلة الlearning وكمان بتجيب نتايج، لإن المعروف أو الشائع عكس كده. حتى فيسبوك ذات نفسه بيقول لك عكس الكلام ده. بيقول لك إن عشان الكامبين أدائها يكون مستقر لازمًا تطلع من عملية الlearning. هو كلامه صح بنسبة 40% مثلًا، لكن بالنسبة لتجربتي ممكن أكتر من 60% والكامبين في مرحلة الlearning تجيب بيها نتايج كويسة. بس خلّيك فاكر الcreatives ثم الcreatives ثم الcreatives حقيقي وأنت في مرحلة الlearning هتجيب بيها نتايج كويسة بإذن الله لو أنت مهتم بالcreatives كويس أوي. وحتة الbudget بالتحديد حاول على قد ما تقدر ما تاخدهاش من الدعم، لإن الدعم هو هدفه إن أنت تصرف أكتر. أي منصة بلا استثناء بتقول لك اصرف أكتر عشان تاخد أكتر. ممكن نستثنى بجوجل جزء شوية صغيرين من الحتة دي، بس أنا عايز أقول لك حاجة برضه من تجربتي كنا شغالين على campaign performance ودي صدفة إن هي جات مع أكتر من عميل. كان في حد بيصرف في الشهر حوالي $1000 وكان في حد تاني بيصرف في الشهر حوالي 2500 دولار، تقريبًا 130,000 جنيه شهريًا. وده كان عميل وده كان عميل، اللي اتفق بينهم إن الاتنين كنا شغالين عليهم performance max على حسب الrecommendation اللي جات لنا من دعم جوجل. رغم إن كteam كنا معارضين الحتة دي أكتر من سبب كنا شايفينه مش منطقي، بس كان في برضه أكتر من حد تاني كان شايف إن إحنا المفروض نلتزم بالحاجات دي، فإحنا التزمنا بيها. بغض النظر عن التفاصيل في النقطة دي،
عايز أقول لك إن كامبين الperformance سواء اللي صرفت في الشهر $1000 أو اللي صرفت في الشهر 2500 أكتر من 130,000 جنيه، الاتنين نتايجهم كانت سيئة بالمرّة، وهنا بيبيّن إن الدعم ممكن يقول لك اصرف كتير، وبعد ما تصرف كتير يقول لك أصل المشكلة مش هنا، المشكلة في التسعير بتاعك. طيب أنت ليه ما قُلتليش من الأول؟ يقول لك عشان المشكلة ما كانتش باينة. فأنت أدرى بالتسعير بتاعك وأدرى بمشاكل المنتج بتاعتك وأدرى بكل حاجة مش الدعم. الدعم ممكن تاخد منه أي نصيحة وتحاول تطبّقها إلا نصيحة البادجت خلّيك أنت اللي تطبّقها بنفسك وطلّعها على حسب إمكانياتك. طبعًا ما تقوليش أنا في اليوم هاصرف $10 لو أنت شغّال على سوق زي السوق الأمريكي أو حتى أي سوق من الأسواق الأوروبية، وبرضه ما تجيش في مصر تقول لي أنا هاشتغل في اليوم ب$2 أو ب$3 لإن في ناس بتقول طالما البادجت مش مهمة أو الcreatives بتاعتي هي المهمة، فالمفروض إن أنا هاقلل جدًا البادجت واحاول أشتغل أكتر على الcreatives. بُص يا صديقي، هم دول عبارة عن ميزان، أنت بتحاول توازن الأمور. بتعمل creatives كويسة وبرضه مش بتفكس الأرض بالبادجت، لإن الاتنين مع بعض هيدخّلوا لك عائد أو رؤاس كويس جدًا، هيخلّيك تقدر تكمّل وتscale وتكبر. مش بس كده، هيخلّي عندك احتياطي إن أنت لو شهر لا قدّر الله فيه خساير أو أي حاجة زي كده، هيكون في من العائد اللي أنت تتسند عليه. فأنت خلّي بالك من نقطة إن أنت توازن بين الاتنين، الcreatives بتاعتك مع البادجت، ما تقلّلش من واحد منهم. في حاجة كمان عايز أقول لك عليها وهو إن أنت تقدر بupsell بسيط جدًا، جدًا تزوّد من الأرباح بتاعتك. يعني لو أنت وليكن بتحقق أكتر من الbreak even بشوية صغيّرين، الbreak even يعني أنت وليكن صرفت 50 جالك 50 أنت كده ولا كسبان ولا خسران، دي اسمها مرحلة الbreak even أنت طالع متعادل، مش ليك ولا عليك. لو أنت بتحقق أكتر من المرحلة دي بشوية، يعني بتطلع كسبان شوية صغيّرين وشايف إن أنت مش عايز تscale أو مش عايز تكبر أوي، بس في نفس الوقت عايز تكسب زيادة شوية صغيّرين كمان، دي طريقة ممكن بنستخدم فيها الupsell بس برقم صغيّر. بمعنى إيه؟ أنا بابيع المنتج بتاعي ب400 جنيه، ممكن أعمل عليه offer إن المنتج التاني مثلًا يكون ب200 جنيه بس، أو ممكن أكون باطلّع معاه منتج تاني بيكمّل المنتج اللي أنا باطلّعه، لازمًا يكون ليه علاقة بيه related بيه direct أكون باطلّعه وليكن ب150 جنيه أو ب200 جنيه. هتقول لي يا يوسف بس ده رقم صغير، هاقول لك ما أنت هنا كسبان حاجتين يا صديقي. أول حاجة العميل لمّا بياخد الorder التاني اللي هو ب150 أو ب200 جنيه، العميل ده أنت ما دفعتش عليه إعلانات في الخطوة دي، أنت دافع في الخطوة الأولى لمّا هو اشترى منّك المنتج ب400 جنيه، فأنت مش دافع عليه إعلانات، دي نقطة أولى. النقطة التانية كذلك في شركة الشحن، فأنت بتحاسبه إن هو كorder، يعني العميل لو طالب order أو طالب أكتر، معظم شركات الشحن بتحاسبك إن هي رايحة على العميل مرّة واحدة، لو راحت أو جات للعميل بأكتر من منتج ساعتها بتحاسب على كل منتج أو كل order بمعنى أدق. فأنت الزيادة اللي هي 150 أو 200 جنيه دي بتبقى صافية 100% ليك، مش شاملة شحن، مش شاملة إعلانات، مش شاملة أي حاجة تانية. في حاجة إحنا ما ذكرناهاش في المثال الأولاني لمّا قُلنا إن الCPA بتاعنا وقع ب100 جنيه، إحنا هنا تجاهلنا أكتر من نقطة، وأنت المفروض تكون واخد بالك منها، وهي إن إحنا تجاهلنا إن العميل بيلغي order، تجاهلنا إن الconversion rate بتاعك أقل من كده، أو لو هو مثلًا 3% أو 2% ولكن عقبال ما بتوصّل للعميل زي ما قُلنا بيلغي order أو في مرتجعات أو أي نقطة من النقط اللي هي بترجّع لك المنتج مرّة تانية، ساعتها الconversion rate الإجمالي بتاعك ممكن يقل. يعني أنا يبقى فعليًا 2% بيطلبوا منّي، بس عندي نسبة مرتجع 50%، 50% دي على ال2% دول كإنّهم بقوا 1%. فلمّا إحنا عملنا المثال الأولاني تجاهلنا النقط دي، لإن أنت المفروض تبقى حاسبه صافي، لو مش حاسبه صافي ارجع احسب أرقامك مرّة تانية، طلّع منها المرتجعات، طلّع منها أي حاجة بترجّع لك الorder مرّة تانية، واحسب النسبة اللي بتطلع منّك صافي على كل 100 عميل أو على كل 1000 عميل. طيب في حاجة تانية كمان لازمًا تخلّي بالك منها، والحاجة دي بالتحديد هتقابلها في الbusiness اللي لسه بيبدأ، أو أنت ممكن ذات نفسك تكون قابلتها لو أنت لسه بتبدأ، وهي إن ما فيش يا صديقي إعلان من أول يومين هيجيب لك نتايج كويسة، غير لو أنت حد شاطر جدًا في المجال، الحساب الإعلاني كمان بتاعك قديم، عامل عرض كويس أو offer كويس جدًا، ساعتها لمّا العروض دي تجتمع معاك ممكن من أول يومين بإذن الله تحقق نتايج كويسة، لكن غير كده لو واحد منهم وقع كفيل ياخد الباقيين معاه. فأنت أول يومين صعب تحقق نتايج، مش بس كده، ده في business ممكن يقعد أول شهر ل3 شهور كاملين بيصرف ومش محقق حتى الbreak even بتاعه، ده مش غلط، دي مرحلة طبيعية جدًا ممكن تحصل لأي business. فأنت ما تخلّيش النقطة دي تقلقك ولا تقلق العميل بتاعك، ولازمًا تبقى مفهّم العميل إن طالما أنت عامل plan صح، فكده كده الbusiness هينمو بإذن الله، وهتكون مضبّط أرقامك كويس. كمان في نقطة وهو إن بنسبة أكتر من 90% الإعلان في حد ذاته بيأدّي مهمته، الفكرة إيه اللي برّه الإعلان. بمعنى إيه يا يوسف الحتّة دي؟ هادّيك مثال يا صديقي، دلوقتي أنت شغّلت إعلان لمدة أسبوع، بلاش نقول أسبوع لإن أنت عقبال ما تكتشف ده في أسبوع أنا شايف إن ده غلط، المفروض من يومين ل3 أيام بس، إحنا دلوقتي شغّلنا إعلان هنقول 3 أيام، في خلال ال3 أيام دول صرف 1000 جنيه على سبيل المثال، وجاب لي X من الimpression بس هو رقم كويس، أو X من الreach بس برضه هو رقم كويس، بس أنا ما حققتش مبيعات.
ساعتها ممكن نقول إن فيسبوك وِحِش؟ الإجابة لأ يا صديقي، فيسبوك مش وِحِش ولا تيك توك وِحِش، وأكيد ولا إحنا اللي وِحشين. الفكرة كلّها إن فيسبوك أو تيك توك بيكون أدّى مهمته، إيه هي مهمته؟ إن هو يعرض الإعلان على الناس اللي هو شايفهم مناسبين أو اللي أنت شايفهم مناسبين، على حسب أنت عامل الجمهور إيه وقتها، وهنا هيكون الحل بتاعك بنسبة كبيرة بتتعلق بالcreatives أو السعر بتاعك، بمعنى إيه؟ بمعنى إن لو فيسبوك عرض إعلانك على مصر كلّها أو على السعودية كلّها، ولكن أنت سعرك غالي، تفتكر كام واحد هيشتري منها؟ 1%؟ لأ طبعًا، أقل من كده بكتير، الرقم بتاعك هيكون قليل جدًا، جدًا يا صديقي لو أنت سعرك غالي، فالتسهيل نقطة مهمة ما تهملهاش، دي نقطة هنسميها تانية مش أولى، لأن النقطة الأولى لو أنت أصلًا الcreatives بتاعتك محروقة أو لو أنت معاك فيديو صحابك كلّهم شغالين بيه وأنت كمان كنت شغال بيه بقى لك فترة بس مش معاك دلوقتي فيديو تاني فراجع تشغّل بيه مرّة كمان أو فيديو محروق زي منتجات بعض الaffiliate مثلًا، فأنت ما تتوقعش حاجة كبيرة في الأوردرات ليه؟ لأن أنت الcreatives بتاعتك أصلًا محروقة، العميل شافها مرّة و2 وتواصل تقريبًا مع نُص الصفحات أو نُص الwebsites دي وفي الآخر هو جاب أو ما جابش بس خلاص هي ما فيش حاجة جديدة بالنسبة له، فأنت الcreatives كفيلة معاك ترفع نسبة مبيعاتك وكفيلة تزعّلك جدًا، جدًا برضه في نسبة مبيعاتك. في نقطة أخيرة وهي من أهم النقط اللي بتفرق حقيقي كتير جدًا، وهي عملية الtesting بتاعتك، بتخلّيها قد إيه؟ يعني إيه طيب؟ دلوقتي أنا في منتج لسه بابدأ أtest بيه أو في service بابدأ أtest بيها وليكن شغّلت أسبوعين، شُفت الtest بتاعي، ضبّطت أرقامي، عرفت إيه اللي بيجيب، شغّلت وكمّلت، حلو جدًا، لحد الخطوة دي ممتاز. بعد شهر، هل بارجع أعمل test تاني؟ طيب ليه باعمل test تاني يا يوسف؟ لإن أكيد اللي أنا شغّال بيه دلوقتي مصيره يتحرق أو يتسرق، وهو مسافة ما يتسرق فهو اتحرق، الاتنين بيودّوا لبعض، فأنت لازمًا يا صديقي عملية التيست على الأقل تكون معاك مرّة شهريًا، المرّة دي ممكن تستمر لأسبوع وممكن أكتر من كده، برضه ممكن لو أنت حظك حلو تكون أقل من كده، ممكن تبقى بس 5 أيام في وقت كتير هي مدة قليلة، فأنت خلّي بالك إن مرحلة الtesting دي مرحلة المفروض مستمرة معاك طول ما أنت بتبيع، عشان أول ما الcreatives بتاعتك تتسرق أو تتحرق زي ما قُلنا، يكون عندك بديل ليها مضبّط أرقام لمرحلة الtesting وتكمّل على طول وهكذا. بتكمّل وتضبّط إرقامك، وفي testing جاهز بتاخده وتحطّه هنا وتكمّل بيه، وفي testing كمان جاهز تاني بتاخده وتكمّل بيه وهكذا. عملية الtesting يا صديقي مش بتُقف، دي process شغّالة معاك طول ما أنت مشغّل إعلانات، ممكن توقّفها مؤقتًا أسبوعين، 3 في الشهر، مع إن 3 ده رقم كبير نسبيًا، لكن أنت المفروض إن دي عملية دورية بتشتغل عليها كل عدد أيام محدد على مدار الشهر، عشان دايمًا يكون معاك بديل plan B وplan C كمان، وزي ما قُلنا إن شاء الله إن بإذن الله الفيديو الجاي أو اللي بعديه بالكتير هننزّل فيديو بسيط خالص مش هيكون طويل، هيكون عن باقي أقسام الmarketing لإن أنا باشوف إن في business صغير نوعًا ما، ولكن هو بيحقق ما شاء الله عائد كويس، ولو اهتم بباقي الأجزاء هيحقق عائد أضعاف اللي هو بيحققه، لإن هو بيبقى فاكر إن الإعلان بس هو اللي بيجيب له العائد بتاعه، في ظل إن في أكتر من حاجة تانية مهمين جدًا هنذكرهم في الفيديو ده بإذن الله. ما تنساش إن أنت لو لسه مش مشترك في القناة تشترك فيها، عشان أول ما ينزل الفيديو تشوفه، ولو لسه ما شُفتش باقي الفيديوهات اللي فاتت ارجع بُص عليها، ولو عندك أي سؤال سيبه لي في الكومنتات وأشوفك الفيديو الجاي، سلام.